السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم توصل في مقطع جديد. في هذا المقطع يا شباب راح نلعب لعبة ماينكرافت في سلسلة عمان كرافت. بس ما أطول عليكم مقدمة، تنسوا الاشتراك في القناة وخلوكم مع المقطع. اوكي يا شباب، طبعا في هذه الحلقة راح نروح كيف. تتذكروا في الحلقة الثالثة لما رحنا الكهف وقلت لكم انه في كهف كبير بنروح له في الحلقات القادمة. في هذه الحلقة راح نروح ذاك الكهف. طبعا الحين بنروح لجدار المشتركين ونسوي اول اسمين في السلسلة. راح نشيل كلهم. اول تعليق من ياسر ماكس يقول: استمر يا بطل. الحين والاسم الثاني من حمودي ار اكس يقول: اسطوري. ما ادري ايش دخل بس عادي. اوكي شباب، طبعا كتبنا اول اسمين في جدار المشترك. فالحين لازم نضبط حالنا من ناحية خشب واكل ويعني تورتش من هذه الامور. اهم شيء عندي الحين اني اجمع اكل. طبعا ما ابي دجاج، ما يشبع كثير. نريد مثلا راح لحم خرفان او لحم ابقار. ابو صابر ولا ايش؟ ايه يا ابو صابر. شباب هذا البيض اذا جا ما ادري كيف اشرح لكم. اهم شيء خلاص. اوه شباب طلعك خلاص. اوكي شباب، بجمع اكل وبرجع لكم. اوكي شباب، جمعت كمية كافية من الخشب، اقصد الاكل. شباب اريد اشكركم على دعمكم في المقاطع الماضية. يا شباب المقطع الشوري اللي نزلته امس في 13 ساعة يا شباب 7800 مشاهدة. انتم متخيلين هذا الرقم؟ والله انكم اساطير، والله ما ادري كيف اشكركم. والله انكم اساطير يا شباب. انا لين ما ينطبخ الاكل انا بروح اجمع خشب وبرجع لكم. اوكي شباب، جهزت اغراضي من ناحية اكل وجمعت كافية من الخشب. طبعا شباب صنعت بكاكس ايرون علشان يمكن نلقى دايموند، لان هذا الكهف عملاق يمكن يحصل لافا اصلا. اوكي شباب، طبعا والله يا شباب ما ادري كيف اشكركم على دعمكم في المقاطع الماضية. والله انكم اساطير. ويا شباب نريد هذا المقطع تعليقات نارية، تعليقات أسطورية، علشان نسوي تعليقات أكثر. نكتب تعليقات، نخلي تعليقات أكثر في جدار المشتركين. يا شباب أنا الحين أسوي في جدار المشتركين تعليقين بس. تريدون أسوي 3 تعليقات؟ اكتبوا لي في التعليقات. بروح للكهف العملاق وبرجع لكم. اوه يا شباب وصلنا الكهف. شباب في لافا. يا رب يا كريم نلاقي دايموند. يا شباب تخيلوا نلاقي دايموند من الحلقة. هذا الحلقة السادسة ولا الخامسة والله ما أدري. يا رب يا كريم ما نموت يا شباب. لا 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 لا, لا. وش صار؟ أهم شيء في هذا الحلقة إن ما نموت. هذا أهم شيء. وثاني شيء إن نلاقي دايموند. يا شباب وش ذا الكهف؟ والله عملاق. شباب من هذا؟ شباب زومبي. شباب نسيت اجيب شيلد. يا شباب مت. شباب 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 ايش اسوي؟ شباب لا يا شباب، شكلي بموت يا شباب في هذا الحلقة. شباب لا لا لا، المشكلة انا نسيت اجيب شيلد. والله من كذاك الشاعر يقول لك الغباء موهبة. يعني ما اقصد نفسي، اقصد الزومبي. شباب بتخلص من هذا الزومبي وبرجع لكم. اوكي يا شباب، طبعا قتلهم. واضح انه هنا مكان اللي فيه الوارد. يا شباب شكلنا بنموت. شوف الوحوش هناك وهنا الواردن. وإيش بسوي لو سوون؟
الحين نبغى نروح عند اللافا. طبعا وين اللافا يا شباب؟ لازم اخاطر بحياتي واروح عند الوحوش. ايش بنسوي في هذه الحلقة؟ لازم يا شباب، يا شباب وش ذا الكهف؟ عشان بننهي الحلقة هنا. مكان الورد ايش فيه شباب؟ الى هنا وصلنا الى نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ومع السلامة. امزح يا شباب، انا بطلع فوق برجع لكم. اوكي شباب، لقيت هذا المكان شكله فنان، يعني مكان فنان شباب. طبعا انا طلعت فوق بصعوبة، وهذا المكان فيه ايرون كثير. هذا ايرون وهذا ايرون وهذا ايرون، واتوقع هناك في ايرون. ايوه في ايرون هناك. وطبعا شباب هناك في مكان كبير، ما بنستكشف كل هذا في هذا الحلقة. الكهف واجد كبير. اذا في هذه الحلقة راح يستغرقنا تقريبا، هذا المقطع راح يكون ساعة اقل شيء، لانه يا شباب مكان الواردن انتم متخيلين ايش يعني؟ مكان كبير بشكل ما طبيعي. اريد اروح لهذا الاكل ايرون بس يا شباب بعيدات. بروح لهذا الايرون وبنروح هناك. طبعا شباب اعطوني اقتراحات نسويها للبيت اللي خارج المنطقة. بنسوي مقر تحت الارض يمكن. شفت متابعة لي انه تسوي مقر تحت البيت. الشباب ايش فيني انا؟ استغفر الله. اوكي يا شباب، طبعا مت من السكيلتون، اكثر اكثر وحش كريه في اللعبة. ايش نسوي؟ راح نستكشف هذا الكهف الكبير في الحلقات القادمة. وحاب اقول لكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ومع السلامة.